لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما دائما عندما يتحدث القرآن عن الموت يتحدث عن النفس وليس عن الروح، يعني الروح لا تموت ولا تعذب وليس لها علاقة بالصواب أو الخطأ أو كذا. سوف أستخدم هذا التشبيه لكي نفهم الفرق بين النفس والروح. أنا لدي الآن جهاز كمبيوتر، هذا الجهاز يتألف من مجموعة من القطع: شاشة، لوحة مفاتيح، وحدة تغذية، معالج، وحدات تخزين، ذاكرة. يعني هذه أجزاء موجودة، أجزاء مادية ملموسة. ولكن هناك شيء غير ملموس، هو نظام التشغيل لهذا الكمبيوتر. من دون نظام تشغيل هذا الجهاز ليس له أي قيمة. إذا نظام التشغيل هو الذي يعطيه هذه القيمة ويعطيه فائدة. نظام التشغيل غير مرئي، لا تستطيع أن ترى نظام التشغيل، لا تستطيع أن يعني ترصد هذا النظام لأنه عبارة عن لغة برمجية. تمام؟ إذا أصبح لدي كمبيوتر عبارة عن جهاز مجرد قطع، يعني مجموعة قطع، ولدي نظام تشغيل، ولدي الشخص الذي يشغل. فأنا أيها الأحبة لكي أقرب لكم الصورة، نعتبر أن جهاز الكمبيوتر كقطع هو الإنسان، هو الجسد. الجسد فيه قلب، مضخة للدم، فيه دماغ، فيه كبد، فيه كذا، فيه جهاز هضمي، جهاز مناعي إلى آخره. كلها هذه أجهزة ليس لها أي قيمة من دون نظام التشغيل أو الروح. إذا الروح يمكن أن نعتبرها أو نتصور أنها هي نظام التشغيل. طبعا هي أعقد من ذلك بكثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن فقط نحن نريد أن نبسط هذا الموضوع لكي نتخيل الفرق بين الروح والنفس. إذا جهاز الكمبيوتر هو الجسد، قطع الجسد. نظام التشغيل هو الروح، والإنسان الذي يشغل الكمبيوتر هو النفس. إذا الذي يقود هذا الجهاز هو النفس. لذلك أنا أستطيع أن أشاهد مقطع سيء مثلا فيه معصية، وأستطيع أن أشاهد مقطع لتلاوة قرآنية مثلا فيه خير. هل أحمل نظام التشغيل المسؤولية؟ يعني إذا جاء إنسان مدمن على المقاطع الإباحية مثلا، من نحمل المسؤولية؟ هل نحملها لجهاز الكمبيوتر يقول إن هذا الجهاز فاسد؟ لا. هل نحملها لنظام التشغيل، يعني بمعنى آخر الروح، نقول نظام التشغيل فاسد؟ لا. الذي يتحمل هو من يقوم بتشغيل هذا الجهاز، وهو النفس، هي النفس. إذن النفس أيها الأحبة هي التي تأمر بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. النفس هي التي يمكن أن تكون مطمئنة نتيجة طاعتها لخالقها والتزامها بتعاليم الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى يقول: يا أيتها النفس المطمئنة، وهذا أيضا أثناء الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. الجسد يبقى، الجسد يبقى أيها الأحبة في الدنيا، ولكن الذي يرجع إلى الله يدخل في عالم، في منطقة البرزخ، إلى عالم ما وراء البرزخ، هو النفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن أيها الأحبة،
في نهاية هذا اللقاء أود أن أقول إن الإنسان أيها الأحبة يتألف من 3 أشياء: الجسد، وهو بمثابة مجموعة قطع تبديل أعتبره، مثل قطع تبديل الكمبيوتر، بل إن هذا الجسد سيشهد عليك يوم القيامة. العنصر الثاني هو الروح، وهي نظام تشغيل عالمي الله سبحانه وتعالى وضعه لكي بفضله تكون إنسان، وإلا من دون روح ليس لك أي قيمة، عبارة عن مجموعة من الذرات. والعنصر الثالث وهو الأهم هو النفس، هي التي تحاسب، وهي التي تخطئ، وهي التي تأمر بالسوء، وهي التي يمكن أن تكون مطمئنة وأن تدخل في جنة الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.